فيلمنا بيبدأ مع أنا اللي بتكون راكبة عربية ورايحة المدرسة مع مامتها، وبنشوف بنت في الفصل وبتبص على اللي بيدخنه. وبعد الحصة ما بتخلص بنشوف أنا وهي قاعدة بتشرب سيجارة بره الفصل، وبتيجي واحدة صاحبتها وتسألها إن كانت هي البنت الجديدة، فبتقول لها أيوة، فبتقول لها أنت بنت السيناتور، فبتقول لها أيوة، فبترد عليها البنت وتقول لها إن أمك مصدر إلهام ليا وأنا واخداها مثل الأعلى. وبتيجي مدرسة تاخد أنا علشان تعرفها على المكان وتوديها للمديرة، وانا بتدخل لمكتب المديره، وبعد ما بتخلص بتروح البوفيه، وبنعرف ان المدرسه مدرسه كاثوليكيه يعني مدرسه متدينه. وبتتعرف انا على شله بنات، ولما بيخلص اليوم انا بتطلع غرفتها، وتاني يوم انا بتحضر الحصه بتاعتها وبيكون يوم جميل بالنسبه ليها. والمدرسه بتطرب بنت والحصه بتخلص، وبعدها بيروحوا الكنيسة والأب بيحكي لهم قصة عن ضفدعين وقعوا في طبق لبن وواحد منهم مات، وبتكون قصة غريبة فالبنات بيضحكوا عليها. وبعدها بنشوف المدرسة بتاعتها مع واحد على كافيه وبتكون معجبة بيه. وتاني يوم المدرسة بتسأل الطلبة عن المجاز اللي في الجملة بوضوح زايد، والمدرسة طلبت منها تكلمها بعد الحصة، وبعد الحصة بتقول لها انها بتتعالى عليها، لكن انا قالت لها انها مفتونة مش اكتر. وردت عليها المدرسة مفتونة بايه؟ فردت عليها وقالت لها مفتونة بيكي، وبتضحك لها ضحكة غريبة وبتسيبها وتمشي. والمدرسة بتكون مش مصدقة، والمدرسة برادلي بتلاقي المديرة عايزاها، ولما بتدخل لها بتقول لها انها عايزة تكلمها بخصوص انا. بعدها بنشوف انا وزمايلها في الاوضه قاعدين مع بعض، وانا بتكون ماسكه الجيتار وبتعزف عليه. بعدها بيلعبوا لعب وهم بيلعبوا برادلي بتقفشهم وبتسالهم بتعملوا ايه هنا، فبياخدوا بعضهم ويمشوا. وبرادلي بتتكلم معانا وبتطلب منها تتاقلم على المكان، وبتطلب منها تقلع السلسله اللي هي لابساها، لكن انا بترفض تقلعها. بعدها بتروح للمديره اللي طلبت نفس الطلب انها تقلع السلسله، وبتطلب منها تلتزم بالقواعد، لكن انا بتكون مش مهتمه لكلامها ومبتسمه. ولما بترفض بتروح المديره بتطلع سلسله اكبر منها وبتطلب منها تلبسها طول اليوم، لكن انا بترفض. والمديره بتقول لها ان مامتها قالت لو ما سمعتش الكلام هتوديها مدرسه عسكريه، فبتوافق تلبسها. بعدها برادلي بتدي انا كتاب علشان يساعدها تتاقلم مع المكان، وبتحبه وبتشكرها عليه. وفي يوم وبرادلي في المكتبه ومعاها شويه صور، بتدخل عليها انا وبتقعد تتكلم معاها، وهما بيتكلموا بتدخل عليهم كاني وهي بتعيط علشان حيوانها الاليف مات، وكاني كانت بتعيط وانا بتواسيها، وبرادلي بتشوفهم وهم قاعدين. بعدها انا بتقعد لوحدها وبتدخل عليها ساره صاحبتها بتيجي تقعد معاها، وبتكلموا عن برادلي وبتسالها ان في ناس كتير معجبه بيها، وبنعرف ان انا معجبه ببرادلي وبنميلها. وهي راجعه غرفتها بنشوف المديره اللي بنعرف انها عمتها بتقول لها تسهر معاها شويه، لكن برادلي ما كانش ليها مزاج وبتقول لها انها تعبانه وبتاخد بعضها وبتمشي بضوع. وتاني يوم واحده بتدخل على برادلي ببوكيه ورد، وبتعرف من الرساله ان انا هي اللي بعتها. وبعدها انا بتدخل عليها الاوضه وبيقعدوا يتكلموا شو ينهي الموضوع، وانا بتتضايق وبتاخد بعضها وبتمشي. بعدها برادلي بتروح الكنيسه علشان تستغفر عن اللي حصل، وبتلاقي انا جايه وراها وبيقعدوا سوا، لكن بنعرف ان دي تخيلات من برادلي. تاني يوم وهم في الكنيسه برادلي بتكلم الاب علشان تواسي نفسها شويه، وده بيخليها تتحسن. وفي يوم وانا قاعده برادلي بتدخل عليها وانا بتديها سجاره وهي بتوافق، وبيتكلموا شويه. بعدها بتاخدها بالعربيه وبيروحوا بيتها اللي على البحر علشان يتفسحوا شويه وقضوا وقت حلو مع بعض. وفي مره وانا كانت لوحدها في الشقه بتلاقي صور كتير لبنت مع برادلي، وكان في رساله على الترابيزه، ولما قرأتها عرفت انها من البنت اللي معاها في الصور. وكان محتوى الرسالة انها بتتأسف لبرادلي علشان سابتها لوحدها، وانها ما بقتش قادرة تكمل في العلاقة، وانها عايزة تبقى سعيدة، وبتتمنى ان برادلي تسامحها. وساعتها بتعرف ميول برادلي، وبرادلي بتدخل على انا وبتقول لها انت مالكيش حق تقرا الرسالة دي. بعدها انا بتمسك برادلي وتحضنها وبتقول لها انا مش هسيبك ابدا. وبرادلي بتعيط على كتف انا لانها بتكون مكتئبة لان البنت دي سابتها وحيدة، وقضوا باقي اليوم سوا، واخر اليوم بيسيبوا بعض وبيرجعوا المدرسة. وتاني يوم مودها ما كانش كويس، واصحابها لاحظوا ده واتريقوا عليها، وهي زعقت لهم وسابتهم ومشيت. بعدها المديرة اعلنت عن ميعاد الحفلة السنوية بتاعتهم، وبنشوفهم وهم في الحفلة قاعدين على الارض، وبنشوف انا وهي بتقرب من برادلي وبتلمسها من ايديها ومبسوطة معاه، وبتاخد بعضها وبتنزل من العربية. وتاني يوم والحصة بتخلص انا بتكلم برادلي بتقول لها ايه المشكلة وانك بقالك اسبوعين مش بتردي عليا. وبرادلي بتقول لها انها مش هتقدر تعمل ده، وانا بترد عليها وبتقول لها انهم ما بيعملوش حاجة غلط وانها بتحبها. وبرادلي بترد نفس الرد انها مش هتقدر تعمل كده. بعدها المديرة بتدخل على برادلي علشان تديها ورق تراجعه، وبتسألها انت كويسة؟ بتقول لها ايوه، فبتقول لها لو محتاجة حاجة كلميني، وبتسيبها وتمشي. ولما انا بترجع الاوضه قاطي بتقول لها كلام مش لطيف، فانا بتتخانق معاها، وفجاه بتدخل عليهم برادلي وبتفض المشكله بينهم. وبرادلي بتطلب من انا تروح للممرضه، لكن انا بترفض وبتسيبها وتمشي. ولما برادلي بتروح بتنزل البانيو ومشاعرها بتكون مضطربه، والحفله السنويه بتيجي وبرادلي بترقص مع مدرس علشان البنات ما تخافش ويرقصوا هم كمان.
وانا بتشوف اللي بيحصل فبتتضايق وبتطلع تشرب سيجاره بره، وهي واقفه بيدخل عليها رئيس الفرقه اللي كانت بتغني وبتديله سجاره وبتمسك الجيتار وبتقعد تغني وهي باصه لبرادلي، وبتكون برادلي متاثره قوي. وبعد ما بتخلص الاغنيه برادلي بتطلع بره ومسكتهم وهم مع بعض، وعلشان انا قاصر المديره بتطلب الشرطه لبرادلي، والشرطه بتيجي بتقبض على برادلي وبنشوفها وهي في عربيه الشرطه. بعدها انا بتفضل تعيط على اللي حصل لبرادلي. ولحد هنا بينتهي فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه، واشوفكم الفيلم الجاي. سلام.